اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا بقى كده اللحمه بطريقه الافراح. انا نسيت انا كنت هقول ايه. اللحمه بطريقه الافراح، طريقه جميله سهله وطعم بقى حكايه. شايفين؟ جميل قوي، ده بدوب بجد، روعه شطشطه للي يحب طبعا. عملنا طحينه، عملنا سلطه، عملنا الباميه. طبعا هما في المغرب بيقولوا عليها ملوخيه، الباميه بيقولوا عليها ملوخيه. وانا قايله لغزل اكتبي لي في الكومنتات بقى الملوخيه بتاعتنا اللي هي الورقه دي انتوا بتقولوا عليها ايه؟ اكيد باميه. احنا عندنا الباميه هما بيقولوا في المغرب عليها ملوخيه، واحنا عندنا بنقول عليها باميه في مصر. يا رب اكون بفيدكم يا حبايبي في فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم كده، وبقدم لكم كل جديد. انا حبيت ان انا اعمل فيديو النهارده لان انا بناتي يعني قليل لما بياكلوا اللحمه، فانا حبيت ان انا اغير لهم كده واعمل لهم اللحمه شرايح كده. بصوا، عايزه اقول لكم دايبه دوب، ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، دايبه دوب ما شاء الله، وريحتها وطعمها روعه. شكرا كتير على كل حبايبي اللي بيحترموا معايا العروض، شكرا كتير على حبايبي اللي بنوروني في قناتي من بره مصر ومن جوه مصر، شكرا كتير لكم يا حبايبي. النهارده عملنا الاكل الجميل ده بشيبسي بقى وليمون معصفر زي ما قدامكم كده اللي انا عملته معاكم على القناه. مش عارفه الفيديو ده هينزل على القناه عنده طبعا، بس ان شاء الله ساعه ما ينزل هتشوفوه كلكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الاكل القمر ده الجميل ده اتعمل ازاي. يلا يا حبايبي، شوفوا يا حبايبي، معانا بقى قطعه اللحمه كده على بعضها زي انا ما قلت لكم قبل كده، سايبينها مع بعضنا كده قطعتين. القطعه دي كبيره، سايباها كده على بعضها. هنعملها ازاي لحمه الافراح بالظبط. معانا ورق لورا حدهان، حابه تحطي بهارات ثانيه انت براحتك. بقيه البهارات هنحطها بقى مع تتبيله الحاجه اللي هنعمل بيها اللحمه، وخطوه بخطوه هنعرف ايه اللي بنعمله، ايه الشيفات ازاي بيطبخوا اللحمه في الافراح وازاي بيقدموها للناس. تمام كده مع بعضنا، يلا على البوتاجاز. احنا معانا كده حله على النار بتغلي قوي، علشان طبعا احنا لما بنحط لحمه ما نسوي لحمه لازم تكون الميه بتاعتها بتغلي قوي، علشان خاطر ما اللحمه بتاعتنا ما تنزلش الدم بتاعها في الميه وتبقى الشوربه بتاعتنا زفره. ناخد بالنا من الملحوظه دي جدا. هبدا ان انا احط ورق اللورا وهغطيها، واي ريم هيظهر هنقش اول باول، وهنغطيها ونسيبها وهنهدي النار عليها قوي قيمه ساعه الا ربع. بعد كده هرجع لكم. دلوقتي اللحمه بقت 3/4 سوا. انا دلوقتي بقى هطفي عليها، والشوربه بتاعتي طبعا هحط لها ملح، وهحط لها ملح قبل ما اطفي عليها، واحط لها شويه فلفل علشان تاخد النكهه كده شويه، ودقيقتين او 3 وهقفل عليها النار. عملت بقى في جنبها الباميه، طبقين باميه كده في ريح الاكل. احنا معانا بقى كده التوابل بتاعتنا، شويه كركم، شويه بابريكا، من كل حاجه معلقه صغيره شاي، معلقه فلفل اسود، معلقه توم بودره، ومعلقه جنزبيل، ومعلقه كبيره بهارات مشكله بقى الجميله بتاعتنا. لو حابين تشوفوا الفيديو عندكم ازاي نعمل بهارات مشكله احلى من العطار مليون مره، فيها جميع البهارات. معانا معلقه ملح كبيره، ومعانا معلقه كاري برده صغيره. من كل حاجه معلقه، الا التوابل معلقه كبيره توابل مشكله، ومعلقه ملح. معانا بقى الفلفل الالوان، طبعا فلفل الالوان، وعندي قرون بقى شطه حاره هسيبها كده مقفوله زي ما هي، مش هاجي لما، لان انا حاطه شويه حلوين كده للي حابب ياخدهم بقى على الاكل وياخدهم كده من على الاكل وهم بياكلوا. فلفل الوان وقرن فلفل برده هنحطه كده، حابه تقطعوه قطعوه. معانا بقى حوالي 3 بصلات هنقطعهم بقى، هوريكم بس التقطيعه طبعا. معانا البوله طبعا قسمتها كده نصين، وهناخد كده شرايح خفيفه خفيفه قوي. عايزه اوريكم بس سمك البصل، السمك ده هنعمله جوليان بالمنظر ده. تمام يا حبايبي، انا هقطعه بقى كده ونيجي مع بعضنا نشوف هنعمل ايه. قطعنا كده كمان طماطمتين، قشرتهم وقطعتهم برده جوليان كده مع البصل. هنبدا نحط البصل اللي احنا قطعناه عشان احنا عايزين نعمل له تتبيله عشان ينزل السوائل اللي فيه، وبعد كده مش هنزود اللحمه حاجه خالص، بسوائل الخضار فقط لا غير. وهنحط التوابل بتاعتنا الجميله ديت.
وهنبدا بقى نقلب الخلطه بتاعتنا ونركنها بقى على جنب. حابه تحطي توم فريش انت براحتك، سيبها كده على جنب بقى لحد ما تجيب السوائل اللي فيها، نحطها في الثلاجه عشان طبعا ريحه البصل. مش بنحط لا سفن ولا بنحط بيكنج باودر ولا كربونات الصودا ولا اي حاجه، لان الحاجات دي كلها بتغير طعم اللحمه. يعني نبطل الافتكاسات، عايزين نخلي الحاجه كده طبيعيه ونحس بطعم اللحمه، لان البيكنج صودا ديت بتغير طعم اللحمه خالص، بتخلي طعمها ما هوش لحمه اصلا. فاحنا ناخد بالنا من الحاجات دي، نخلي حاجاتنا طبيعيه ولا ورقه ماجي ولا اي حاجه. وهجيب رشه جوز الطيب بس نسيت اقول لكم عليها. رشه جوز الطيب بقى ونشيلها كده، هي حته صغننه كده بس هتكون كتيره برضه. نخلي القطعه ديت نعمل بقى حاجه ثانيه. وهنبدا بقى نقلب، ما اقولكوش بقى على الريحه بقى تجنن بسم الله ما شاء الله. وهنسيبها بقى في الثلاجه، هنغطيها طبعا ونسيبها في الثلاجه، وبعد كده هنشوف الخطوه ايه بعد كده. احنا مع بعضنا واحده واحده اهوت، مفيش اي حاجه. انا هجيب قرنين شطه بصراحه زي دولت كده، لان عاجبيني بصراحه هم كده سلام، حتى لما احمرهم كده يبقوا كان طعمهم متحمر كده زيت، وهياخدوا طعم اللحمه بقى، يكونوا بيجننوا مع العيش بقى والطحينه كده والشيبسي، حاجه كده خيال كده وانتوا بتاكلوا. تحسوا بقى ان انتوا قاعدين في مطعم بقى كده، واكل بيتي على قد الايد، او اكل بيتي من المطبخ المصري البسيط، قناه القديمه. مش عارفه بقى الفيديو ده هينزل على انهي قناه، هو حظه بقى زي ما ينزل. نرجع لكم بقى بعد شويه. هبدا اقطع اللحمه شرايح بسم الله، شرايح بقى خفيفه كده بسم الله. طبعا كده السمك ده طبعا هي لسه سخنه من جوه. احنا كده خلاص قطعنا كميه اللحمه بسم الله ما شاء الله. هنبدا بقى نجيب الخضار تبعنا. طبعا الخضار هنحط عليه نص كوبايه زيت، هنقلبه بقى كده. نحط هنا نصه، جبنا بقى صينيه المونيا حطينا كده عليها سلسان، وهنبدا بقى كده نفردها. هنبدا نرص اللحمه اللي عندنا داير ما يدور. زي ما قلتلكم كده يا حبايبي، هبدا اوزع باقي الخضار. على الوش بقى كده، طبعا بيخلي ريحتها جميله وطعم جميل ما شاء الله. نحط بقى الصوص تبعها كده، وهجيب حوالي سلطانيه شوربه وهدخلها بقى على فرن حامي. خلاص كده مش هنزودها ملح ولا اي حاجه، هي كده ملحها كله مظبوط والتوابل بتاعتها مظبوطه. هي هتاخد بقى من الخضار وهتاخد من الطعم وهتبقى طعمها جميل. وراكم بقى ان شاء الله لما تخرج من الفرن. حطوا معاكم شويه الشوربه دول حوالي سلطانيه شوربه، ما تزودوش ميه ولا اي حاجه. اهم حاجه تكون الشوربه تكون سخنه زي ما هي، ما ينفعش تزودوا عليها ميه تغيروا طعمها. ونبدا بقى كده نغطي باقي الصينيه بالسلوفان. وهندخلها بقى الفرن بقى بعد ما تخرج من الفرن بقى انتوا وزارتوا الحبايب. كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله طلعنا صينيه اللحمه ما شاء الله، الله اكبر. الشكل جميل جدا ما شاء الله، اللحمه دايبه دوب ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، شايفين قدامكم طعمها جميل، اخد طعم التوابل روعه. عملنا الباميه الجميله دي بسم الله ما شاء الله. دي باميه غزلان، غزل بيقولوا عليها ملوخيه، في المغرب بيقولوا عليها ملوخيه، احنا هنا في مصر بنقول عليها باميه. مش عارفه بقى الملوخيه بقى اللي هي ورقتها عريضه ديت انتوا بتقولوا عليها ايه؟ مش عارفه، مسمينها باميه بقى؟ اكيد ردوا عليا بقى في الكومنتات يا غزل او في الشات واحنا عاملين العرض. وعملنا السلطه طبعا، عملنا الطحينه الجميله القمر ديت، عملنا حطينا ليمون معصفر عاملينه طبعا، كنا عاملينه برده مع بعضنا على القناه. جبنا شيبسي طبعا عشان كنت في مشوار جيت مستعجله، ولما كنتش هنا في مشوار كنت عملت شيبسي في البيت. الكمش بقى على شايفين نشفت ميتها ما شاء الله، جميله جدا وطعمها روعه وخيال. يا رب يكون الفيديو عجبكم.
يا رب اكون بفيدكم يا حبايبي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من منار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.